هذا هو مركز المنتخب الجزائري الجديد بعد مباراتي مصر والرأس الأخضر. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو للتواصل بكل جديد. تقدم المنتخب الوطني الجزائري بمركز واحد في التصنيف العالمي الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم الفاف، والمقرر إصداره يوم 26 أكتوبر الجاري حسب ما كشف عنه موقع فوتبول رانكينج، وذلك بعدما خاض الخضر لقاءين وديين في فترة التوقف الدولي في الشهر الحالي. ارتقى المنتخب الوطني بمركز واحد في التصنيف العالمي ليحتل المركز 33 بعدما كان في المركز 34 خلال تصنيف شهر سبتمبر الماضي، إذ خاضت التشكيلة الوطنية لقاءين وديين في فترة التوقف الدولي للشهر الحالي، حيث فاز رفقاء فارس الشيبي بخماسية ل1 على منتخب جزر الرأس الأخضر بملعب قسنطينة قبل التنقل إلى الإمارات المتحدة مواجهة مصر في لقاء قوي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. وحسب موقع فوتبول رانكينج المختص في تصنيف المنتخبات، فإن الخضر كسبوا مركز واحد في أسبوع الفيفا الأخير، وباتوا في المركز 33 عالميا بتقييم 1512.89 بعدما كسبوا 3.39 نقطة إضافية، علما أن تقييمهم في شهر سبتمبر الفارط كان 1509.50 في المركز 34. في المقابل حافظ المنتخب الوطني على مركزه الرابع إفريقيا والثالث عربيا حسب ذات المصدر، خلف المتصدر المغرب والوصيف السنغال وتونس صاحبة المركز الرابع. يمكن لأشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي أن يحسنوا من مركزهم في الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال شهر نوفمبر القادم حين مواجهة الصومال وموزمبيق ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026. لا تنسوا إخواتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو. السلام عليكم.